شد الأحزمة، دير اللايك، دير الاشتراك، لأن اللي غادي تسمعوا دابا ماشي أي واحد يقدر يتحملوه. أهلا بكم في قصة الغرفة 612. كان فندق قديم وسط مدينة ما بقى حتى واحد يعرف أصلها الحقيقي. الفندق فيه أكثر من 300 غرفة، لكن غرفة واحدة كانت مسدودة دائما، الغرفة اللي رقمها محفور فالباب بحال الحديد المحروق 600 نار. الموظفين كانوا كيقولون بل كارثة كبيرة وقعات داخلها في السبعينات، لكن المدير كان ديما كيسكتي وكيهرب من الموضوع. حتى نهار جاء واحد يوتيوبر ديال الرعب، شاب باغي غير المشاهدات وما كيخاف من والو. سمع على الغرفة وتحدى الجميع أنه يبات فيها. الفندق رفض، المدير رفض، حتى الحارس العجوز قال لي هذه ماشي غرفة، هذه حفرة كتشوفك قبل ما تشوفها. ولكن هو دخل من أول لحظة فتح الباب تبدلت ريحة الهواء. الغرفة كانت باردة بشكل مخيف، والضوء كان كيدور يضوي ويطفي بحال قلبك يموت ويرجع يعيش. تبت الكاميرا وبدأ كيصور، لكن بدأت كتوصل أصوات غريبة، خطوات فوق السقف، ظلال كتدوس من وراه وهو بوحده. ومع الوقت بدأت العلامات كتظهر. الساعة اللي في الحائط كانت كتدور بالعكس، والأخطر صوت امرأة كتتنفس حد الميكروفون، وما كاين حتى حد في الغرفة. فجأة الباب تسد بوحده، الضوء طفى والبرد تزاد حتى ولا الهواء بحال يدين كيحاولوا يمسوه. والكاميرا ولات كتتحرك بوحدها، كتبدل الزاوية وكتشير على خزانة قديمة في زاوية الغرفة. فتحها لقى مرايا واحدة مشققة، ولكن وسط المرايا كانت كتظهر نسخة أخرى من الغرفة، نسخة مظلمة، نسخة ما كتسكنهاش البشر. وفجأة بان وجه، ماشي وجه إنسان، وجه كامل سواد، بلا عين بلا فم. اليوتيوبر خرج يجري للباب، لقاه تحل، ولكن وهو خارج سمع صوتك يهمس في ودنه، ماشي كل باب كي تفتح كي يخليك تخرج. هرب، لكن أخطر حاجة كانت في الهاتف دياله فيديو جديد هو ما عمر صوره، كيبان فيه ناعس، وحد اليد كتشد راسه وكتقرب للمرايا. ومن ذاك النهار أي واحد يدخل للغرفة 612 كي يختفي ولا كيبقى يسمع صوته مسجل فشي جهاز ما عمره شافوه. والمدير زاد قفل الباب، ولكن كل ليلة مع 3:12 فجرا كيبدأ يسمع صوتا من الداخل كيقول الغرفة 612 ما كتخلي حتى واحد يرجع نفسه اللي خرج.